السلام عليكم. هذه أبرز العناوين. جالاتاساراي التركي يقدم عرضا لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع مزراوي. أورتا المدير الرياضي لإشبيليا: أندية أوروبية عديدة مهتمة بالتعاقد مع النصيري، لكننا لم نتلقى أي عرض يرضينا. إبراهيم دياز يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس والجماهير المغربية. الأهلي المصري يتعاقد مع مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق. مدرب مارسيليا يفاجئ حارس وأناحي. صدمة داخل برشلونة بعد إعلان مدة غياب أراوخو. عاجل: منصب جديد لسعيد الناصري بالوداد. المنتخب المغربي سيتراجع في ترتيب الفيفا القادم. الأهلي المصري يصدم الرجاء والوداد. والآن إلى التفاصيل، ولكن من قبل باش تكون أول واحد كيتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية، المرجو وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. جالاتاساراي التركي يقدم عرضا لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع مزراوي. اقترب نصير مزراوي من الرحيل عن بايرن ميونخ في ظل العروض التي توصل بها النادي البافاري من مجموعة من الفرق لضم اللاعب. وحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن مزراوي يحظى باهتمام نادي جالاتاساراي التركي الذي يضم في صفوفه الدولي المغربي حكيم زياش. ومن جهة أخرى أكدت مصادر إعلامية تركية أن جالاتاساراي قدم عرضا رسميا لبايرن ميونخ من أجل التعاقد مع مزراوي. وأشارت نفس المصادر إلى أن النادي التركي يريد أن يفرض أولا شروط الشراء على اللاعب، بينما سيلجأ إلى خيار الإعارة إذا لم ينجح الأمر، مبرزة أن مزراوي يرغب في الانتقال إلى جالاتاساراي. أورتا المدير الرياضي لإشبيليا: أندية أوروبية عديدة مهتمة بالتعاقد مع النصيري، لكننا لم نتلقى أي عرض يرضينا. أكد المدير الرياضي لإشبيليا فيكتور أورتا أن ناديه تلقى العديد من العروض للتعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال أورتا في ندوة صحفية: يوسف النصيري لاعب مهم بالنسبة لنا، وهناك العديد من الأندية الأوروبية مهتمة بالتعاقد معه، لكننا لم نتلقى حتى الآن أي عرض يرضينا. يضيف المدير الرياضي للنادي الأندلسي: يشار إلى أن عقد النصيري مع الفريق الأندلسي يمتد حتى يونيو 2025، علما أن المهاجم المغربي سجل 73 هدفا في 196 مباراة خاضها بقميص إشبيليا. إبراهيم دياز يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس والجماهير المغربية. تحدث إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني عن رغبته في قيادة منتخب المغرب للتتويج بجميع الألقاب الممكنة. وقال دياز في تصريح خاص لقناة بين سبورت القطرية: هدفي الأسمى هو الفوز بالألقاب بقميص المنتخب المغربي. وتابع لاعب ريال مدريد: كما قلت سابقا، إنني أخذت كامل الوقت لكي أفصح عن قراري الذي هو النابع من القلب والحب والاهتمام الذي حظيت به. وواصل الدولي المغربي: أنا ممتن للمغرب وإسبانيا على ما منحاني إياه، لكن في الأخير اخترت نداء القلب. وأضاف دياز: أشكر جلالة الملك محمد السادس وأشكر كل الشعب المغربي على الود والمحبة التي غمرني بها، وأتقاسم معهم الرغبة الكبيرة للظفر بالألقاب بقميص المنتخب المغربي. واختتم: دائما ما يقشعر بدني بمجرد التفكير في هذا الأمر، لأنني أريد إهداء الألقاب للشعب المغربي، ورئيس الجامعة والمدرب اللذان عمل بجد ليكون هنا. وتوج إبراهيم دياز ب9 ألقاب حتى الآن في مسيرته الكروية: لقبين في الدوري الإسباني ومثلهما في كأس السوبر الإسباني، لقب في الدوري الإيطالي، الدرع الخيرية الإنجليزية والدوري الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرتين، ودوري أبطال أوروبا. الأهلي المصري يتعاقد مع مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق. تعاقد نادي الأهلي المصري يومه الاثنين مع الفرنسي ديمتري ليبوف، المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 23 سنة، وذلك للإشراف على فريقه النسوي. وأعلن نادي القرن في بلاغ له عن تعاقده مع المدرب ديمتري ليبوف بموجب عقد يمتد إلى 3 سنوات. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد عينت ديمتري ليبوف مدربا للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 23 سنة في شهر غشت من السنة الماضية بموجب عقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2025، قبل أن تقيله من مهامه في 24 من ماي الماضي. مدرب مارسيليا يفاجئ حارس وأناحي. حدد الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب أولمبيك مارسيليا قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم في تشكيلة الفريق للموسم القادم. وفقا لقناة RMC الفرنسية فإن دي زيربي وضع قائمة ضمت 6 أسماء لا تدخل في مخططاته للموسم القادم، لم تشمل أناحي وحارث. وأوضحت القناة الفرنسية أن أولمبيك مارسيليا سيشهد ميركاتو جنوني بعد موسم مخيب للآمال، حيث احتل الفريق المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي. وكانت تقارير صحفية سابقة قد رجحت مغادرة أناحي وحارث بعد تراجع مستواهما خلال الموسم الماضي. يذكر أن حارث مرتبط بعقد مع مارسيليا حتى عام 2027، شارك في 44 مباراة الموسم الماضي وقدم 8 تمريرات حاسمة، منها 6 في بطولة الدوري الأوروبي، مما جعله أفضل صانع أهداف في البطولة وساهم في وصول مارسيليا إلى المربع الذهبي. من جهته انضم أناحي إلى مارسيليا الموسم الماضي قادما من أونجي بعقد مدته 4 سنوات، وشارك في 35 مباراة معظمها كاحتياطي. صدمة داخل برشلونة بعد إعلان غياب أراوخو.
تلقى نادي برشلونة ضربة قوية بشأن إصابة أحد لاعبيه البارزين خلال الصيف الحالي، وتعرض رونالد أراوخو مدافع برشلونة للإصابة خلال مباراة أوروغواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا، والتي فاز بها منتخب بلاده بركلة ترجيح. وقال برشلونة في بيان رسمي: أظهرت الفحوصات التي أجريت في المدينة الرياضية أن أراوخو يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية للفخذ الأيمن. وأضاف: في الأيام المقبلة سيخضع أراوخو لجراحة تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي في فنلندا، وبعد الانتهاء من الجراحة سنصدر بيانا طبيا جديدا. ووفقا لصحيفة سبورت فقد خضع أراوخو لفحوصات طبية جديدة اليوم الاثنين فور وصوله إلى برشلونة للتأكد من حجم الإصابة، وأشارت إلى أن إصابة أراوخو في نقطة حساسة مما جعل خيار الجراحة إجباري، لأن العلاج المحافظ لن يكون خيارا مناسبا للتخلص من الإصابة بنسبة 100%. وذكرت أن الجراحة هي البديل الوحيد لتجنب الانتكاسة مستقبلا، لكن أراوخو سيغيب بسبب عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر. عاجل: منصب جديد لسعيد الناصري بالوداد. قرر منخرط نادي الوداد الرياضي منح سعيد الناصري الرئيس السابق للفريق الأحمر منصبا جديدا ودائما في المنظومة الودادية، وذلك خلال الجمع العام الغير العادي الذي انعقد بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء. وقرر البرلمان الأحمر منح سعيد الناصري صفة رئيس شرفي دائم اعترافا بما قدمه لفريق الوداد والإنجازات التي حققها خلال فترة ترأسه للنادي والألقاب الكبرى التي انضافت إلى خزينته. وصوت منخرط الوداد بالأغلبية الساحقة من أجل منح لقب رئيس شرفي لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري بشكل دائم، باعتباره واحد من أهم الرؤساء في تاريخ النادي. وعقد نادي الوداد الرياضي يوم أمس جمعه العام الغير العادي من أجل المصادقة على المنخرطين الجدد والتداول في المصادقة النهائية على استقالة الرئيس عبد المجيد البرناكي، والإعلان عن جمع عام عادي انتخابي يوم 24 يوليوز الجاري، وفتح باب الترشيح حسب الشروط الشكلية المنصوص عليها. المنتخب المغربي سيتراجع في ترتيب الفيفا القادم. سيشهد المنتخب المغربي لكرة القدم تراجعا طفيفا في تصنيف الفيفا الشهري لشهر يوليوز، وذلك حسب آخر تحديث صادر عن موقع متخصص. وفقا للتحديث الجديد سيتراجع المنتخب المغربي من المركز الثاني عشر الذي كان يحتله في التصنيف السابق إلى المركز الرابع عشر، ويعود هذا التراجع إلى المستجدات التي شهدتها مسابقتي اليوروبا ليج وكوبا أمريكا خلال الفترة الماضية، حيث تقدم منتخب أوروغواي إلى المركز الحادي عشر عالميا، بينما تقدم منتخب ألمانيا إلى المركز الثالث عشر عالميا. رغم هذا التراجع الطفيف سيحافظ أسود الأطلس على صدارتهم في التصنيف القاري على مستوى إفريقيا والعالم العربي، وذلك بعد تراجع منتخب السنغال المحتل المركز الثاني قاريا إلى المركز التاسع عشر عالميا. الأهلي المصري يصدم الرجاء والوداد. رفض فريق الأهلي المصري لكرة القدم عرضي الوداد والرجاء الرياضيين لاستعارة رضا سليم لاعب النادي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة بوابة الأهرام المصرية أن هذا قرار النادي الأهلي بعدم تسريح المغربي رضا سليم نظرا لضعف المقابل المالي لفريقي الرجاء والوداد. وأشار المصدر نفسه إلى أن قطبي الدار البيضاء عرض مبلغ 400 ألف دولار لاستعارة اللاعب في الموسم المقبل. واختتمت الصحيفة ذاتها أن مارسيل كولر مدرب الأهلي قد وافق على إعارة رضا سليم في حال التعاقد مع لاعب آخر يشغل نفس المركز ويتوفر على إمكانيات أفضل.